ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم معاكم عن حاجة مهمة جدا، وهي ازاي تبقي انثى ناجحة في حياتك. بس قبل ما نبدأ اقعدي في مكان هادي ومريح واعملي حاجة بتحبي تشربيها وتعالي نسمع سوا. كلنا نفسنا ننجح، وكتير مننا عندنا طموحات واحلام نفسنا نحققها. بس لو جينا نبص على ارض الواقع هنلاقي ان في نسبة بسيطة قوي هما اللي بينجحوا وبيكملوا، والباقي بيستسلموا وبيحبطوا من أول عقبة بتقابلهم في الطريق. فأنا النهاردة هقولك على شوية خطوات لو عملتيهم هتقدري تنجحي وتوصلي لهدفك مهما كان. فكملي الفيديو للآخر عشان ما يفوتكيش أي حاجة، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب. وخلينا نبدأ على طول. خليني أقولك في البداية إن مفهوم النجاح بيختلف من شخص للتاني أو من وجهة نظر كل واحد فينا. ممكن واحدة تشوف النجاح في إنها يكون معاها فلوس، وممكن حد تاني يشوف النجاح على إنها مثلا تاخد شهادة معينة. ممكن واحدة تانية تشوف النجاح في إنها يكون عندها بيت وأسرة وعيلة وبيت دافي. فمفيش تعريف واحد للنجاح، لأن كل واحدة فينا ليها طريقتها الخاصة وليها أهدافها وأحلامها الخاصة بيها. بس في بقى شوية عادات ومهارات وطريقة تفكير بتفرق بين اللي هينجح فعلا وبين اللي هيقف مكانه ومش هيكمل. بس في الأول تعالي أقولك على شوية أسباب ممكن تخليكي ما تنجحيش لو عملتيهم. أول سبب هو الخوف من الفشل، أو الخوف عموما. الخوف هو العدو الأول للنجاح. كتير مننا بيفكروا أو بيخافوا من الفشل، وبيخافوا كمان من الناس، أو الناس هتقول علينا إيه لو فشلنا. طيب لو جيت أجرب حاجة وحاولت وعملتها غلط أو منفعتش، هيبقى شكل إيه والناس هتقول عليا إيه؟ بس الحقيقة إن كل الناجحين فشلوا قبل كده وخافوا وغلطوا والناس اتكلمت عليهم واتريقت عليهم. بس الفرق الوحيد هنا بين الناجح وبين اللي هيكون مش ناجح هو إن الناجح قرر يكمل، قرر يتعلم من غلطته وخد التجربة لصالحه، على عكس الإنسان اللي بيقف مكانه بمجرد ما يقع أو بيفشل مرة، بيخاف وبيستسلم وبيرجع لورا، أو حتى بيقف مكانه ومش بياخد خطوة لقدام. تخيلي معايا كده لو انتي فتحتي مشروع وفي أول كام شهر ما كسبتيش أي حاجة من المشروع ده، بالعكس خسرتي ودفعتي عليه فلوس كمان أكتر. هنا هيكون قدامك حل من اتنين، والحل ده هو اللي هيحدد مصير مشروعك. هل هتكملي بعد الخساير دي وتقومي وتعافري وتحاولي مرة تانية، ولا هتستسلمي وتقولي خلاص المشروع ده فشل؟ وقتها انت اللي هتقرري هتنجحي أو لأ. هل هتوصلي ومشروعك ده هيبقى براند مشهور، ولا هترجعي لورا ولا كأن أي حاجة حصلت ولا كأنك عملتي أي حاجة ولا كأن أي حد عرفك؟ ياما في براندات مشهورة دلوقتي لو ما كانوش كملوا زمان عمرنا ما كنا هنعرف عن وجودهم، وعمرنا ما كنا هنعرفهم دلوقتي. فاوعي يكون قرارك هو الاستسلام. لازم علشان تكوني من الناجحين انك تكملي. اوعي تستسلمي مهما حصل، لأن هي دي الطريقة الوحيدة اللي تقدري تنجحي بيها. تاني حاجة تخليكي ما تنجحيش هي التفكير السلبي والمقارنات. كتير بنشوف بنات حاسة إنها مش كفاية وحاسة إن عندها نقص معين في حياتها أو في شخصيتها، وتفتكروا ده ليه؟ لأنها على طول بتقارن نفسها باللي حواليها، وبعد ما تقارن تفضل تقول كلام سلبي لنفسها، زي مثلا فلانة عندها شغل وأنا لأ، أو شغلها أحسن من شغلي، أو اشمعنى بنت خالتي عندها كذا وأنا لأ، أو أنا عمري ما هبقى زي البنات الناجحة دي، وهكذا بقى. المقارنة دي بتسرق منك طاقتك وثقتك بنفسك، وبتشغلك كمان بالناس بدل ما تركزي على نفسك. ده غير بقى الأفكار السلبية اللي هتملى عقلك، ودي لوحدها كفيلة إنها تخليكي ما تنجحيش ولا تعملي أي حاجة في حياتك. فالحل الوحيد هنا إنك تركزي على نفسك وتقارني نفسك بنفسك، تقارني نفسك بتطورك زمان وتطورك دلوقتي، وتشجعي نفسك وتقولي لنفسك كلام إيجابي مش العكس. وبصي لنفسك مثلا السنة اللي فاتت، شوفي ايه الحاجات الحلوة اللي طورتيها في نفسك وفي شخصيتك السنة دي، لأن طول ما انتي بتقارني نفسك بنفسك يبقى هتنجحي. لكن لو فضلتي تقارني نفسك بالناس يبقى مبروك عليكي الفشل. فلو انتي مش حابة تفشلي يبقى وقفي حالا المقارنات وركزي جدا على نفسك وعلى حياتك وأهدافك وطموحك، وقتها بس هتقدري تنجحي. النقطة اللي بعد كده هي الخوف من كلام الناس. خلينا نكون متفقين على حاجة، الناس سواء نجحتي أو فشلتي كده كده هيتكلموا. لو بدأتي مشروع جديد هيقولولك طب وليه ما تضمني وظيفة حكومي أحسن، ولو بدأتي تشتغلي في مجال معين هيقولولك بس ده مش للبنات ما تشوفي حاجة تانية، ولو عندك أهداف وطموحات هيقولولك ما تعيشي عيشة أهلك وتسكتي، وهكذا بقى. سواء نجحتي أو فشلتي برضه هيتكلموا. فليه تخلي كلامهم يأثر على خطواتك؟ كل الناجحين عندهم حاجة مشتركة، وهي إنهم مش بيعملوا غير اللي هم حاسين بيه، ومش بيسمعوا أي صوت غير صوتهم الداخلي، وبيمشوا ورا أحلامهم حتى لو الناس كلها ضدهم. فاوعي تسمحي لأي حد إنه يهدملك أحلامك. مادام مش بتعملي حاجة حرام ولا غلط يبقى كملي، وما تسمعيش كلام أي حد غير نفسك. طيب احنا دلوقتي عرفنا ايه الأسباب اللي تمنعك من النجاح. طيب ازاي بقى ننجح ونحقق أحلامنا؟ أول حاجة هي إنك تحددي ايه نوع النجاح اللي انت عايزاه. بمعنى إن في ناس بتكون عايزة تنجح بس مش عارفة هي عايزة تنجح في ايه بالظبط، أو ايه هدفها. فعلشان تعرفي ايه هدفك أو ايه اللي نفسك فيه، اقعدي مع نفسك كده وهاتي ورقة وقلم
وفكري في الناس اللي حواليكي، شوفي ايه اكتر حاجة عجبتك وشدتك فيهم، غالبا هيكون ده هدفك وهتكون دي الحاجة اللي انت بتتمنيها او بتسعي علشان توصلي لها. فاكتبي 3 اهداف او 3 حاجات كبيرة نفسك توصلي لها، وابدأي قسميهم على السنة وحطي خطة صغيرة وابدأي فيها على طول في اقرب وقت. حطي خطة لشهر مثلا او ل3 شهور بالكتير، وابدأي اتعلمي كل يوم حاجة جديدة. المعرفة قوة، وكل ما تطوري في نفسك كل ما فرص النجاح هتزيد حواليكي. اسمعي بودكاست مثلا وانتي بتشتغلي او فيديو مفيد او حتى تلخيص لكتب، اقرأي كل يوم ولو 10 دقايق في مجال بتحبيه. احضري كورسات اونلاين حتى لو كانت مجانية، المهم انك تطوري من نفسك ومن تفكيرك. النقطة اللي بعد كده، حافظي على وقتك. وقتك ده اكبر كنز في حياتك، فما تضيعيهوش على حاجات مش مفيدة. بدل ما تقعدي 2 أو 3 أو أكتر على السوشيال ميديا من غير هدف، ممكن تعملي حاجات في الوقت ده مفيدة. اعملي جدول بسيط لحياتك حتى لو كان يومك مليان ومشغول جدا، نظمي وقتك علشان تقدري تطلعي بأكبر استفادة من يومك وما تضيعيش وقتك على الفاضي. بس في وسط أحلامك ومسؤولياتك ما تنسيش نفسك. في وسط المهام والمسؤوليات والأحلام اللي نفسك تحققيها مهما كنتي مشغولة، اعتني بنفسك الأول. خدي لنفسك شوية وقت حتى لو صغيرين، شوية وقت ترتاحي فيهم وتستمتعي فيهم بحياتك. وأهم حاجة بقى، ودي اللي من غيرها هيكون صعب إنك تنجحي، هي ثقتك في نفسك. مفيش حد ناجح مش واثق من نفسه. ثقي في نفسك وثقي في قدراتك، وغيري طريقة كلامك مع نفسك. بدل ما تقولي أنا فاشلة، قولي أنا بتعلم. بدل ما تقولي أنا مش عارفة أو مش قادرة، قولي أنا بحاول. لو مش هتعرفي تتكلمي قدام ناس كتير، جربي الأول تتكلمي في التجمعات العائلية بتاعتك. اتكلمي قدام أسرتك. لو مش بتعرفي تقولي لأ في المواقف الكبيرة، اتعلمي تقولي لأ في المواقف الصغيرة الأول. أي حاجة مش بتعرفي تعمليها اتدربي عليها، لكن ما تقوليش معرفش أو مش هقدر، لأن انتي تقدري تعملي كل حاجة في الدنيا. انتي بس محتاجة تثقي في نفسك وفي قدراتك، وتشتغلي على نفسك شوية مش أكتر. لكن كل حاجة بالوقت وبالتدريب بتيجي وبتحصل وبتبقى حقيقة. وكالعادة هقولك خلي حواليكي ناس إيجابية. البيئة اللي حواليكي بتأثر جدا عليكي أكتر ما تتخيلي بكتير جدا، فحاولي دايما تحوطي نفسك بناس إيجابية. ولو ملقتيش ناس إيجابية، اعتزلي الناس السلبية. إنك تكوني لوحدك أحسن مليون مرة من إنك يكون حواليكي ناس محبطة أو ناس سلبية. دوري على ناس إيجابية حتى لو كانوا أونلاين، لكن ما تسمحيش لحد إنه يقلل من أحلامك، لأنه حلمك انتي ونجاحك انتي وحياتك انتي، مش حلمهم ولا نجاحهم ولا حياتهم. وعلى فكرة الناس دي أول لما يشوفوكي نجحتي هيجوا يسألوكي عملتيها ازاي، فاقفلي ودانك عنهم تماما خالص وكملي طريقك. رأيهم مش مهم وكلامهم لا يعني لك أي شيء بالمرة. لو عملتي شوية الخطوات دي صدقيني هتنجحي في حياتك العملية والشخصية أو حتى الزوجية. وطبعا تطبيق الكلام ده عمره ما هيكون بالسهولة اللي أنا بتكلم بيها دي، بالعكس ممكن ياخد منك أيام وشهور وسنين علشان تقدري تنفذيه، بس نتيجته تستاهل فعلا التعب والمحاولة. وخلي بالك من حاجة مهمة قوي، لما تبدأي تنجحي أو تحصدي ثمار تعبك، اوعي تقفي وتقولي خلاص أنا نجحت أرتاح بقى. بالعكس، النجاح مش محطة، النجاح رحلة وطريق طويل، فلازم تفضلي ماشية ومكملة. احنا جايين هنا الحياة علشان نتعب ونشتغل ونجتهد، مش عشان نرتاح. احنا هنا بناخد استراحة محارب مش أكتر، استراحة قصيرة وبعدين نقوم نكمل تاني. لكن الراحة الحقيقية فعلا في الجنة مش هنا. فما تفكريش انك عشان نجحتي انك خلاص هترتاحي. الميزة الوحيدة بس لما تنجحي انك هتلاقي مقابل نوعا ما عن الأول، لأن بداية طريق النجاح مفيش فيها مقابل، فيها تعب وسهر واستمرار في أصعب الظروف. لكن لما تنجحي هتلاقي في حاجات كتير قوي بتحبيها هتقدري تعمليها. وخلي بالك ان كل لما توصلي الهدف هتلاقي فيه هدف أكبر منه. فكل فترة حطي أهداف جديدة وقسميها وطوري من نفسك كل يوم، وعلى قد ما تقدري ساعدي غيرك. النجاح الحقيقي هو انك تنجحي وتساعدي غيرك انه ينجح معاكي، هو ده فعلا النجاح. وافتكري دايما انك اقوى مما تتخيلي، اقوى واكبر بكتير من اي ظروف ممكن تواجهيها في حياتك، وان النجاح قرار والفشل كمان قرار، وانت الوحيدة اللي تقدري تقرري. فشوفي انت تحبي تاخدي انهي قرار فيهم. ابدأي من النهاردة حتى لو بخطوة صغيرة، لأن النجاح رحلة بتبدأ بخطوة، فخدي أول خطوة واوعي تترددي أو تستسلمي. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات على الكل عشان يوصلكم كل جديد أنزله إن شاء الله. وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.